عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ طبعا انا بقالي كتير جدا ما عملتش فيديوهات، ممكن داخلة على ال3 سنين اهو. بس انا ما كانش ليا مزاج خالص، معرفش والله. انا حتى كان في فيديوهات على الموبايل عندي انا ما كنتش برضه انزلها. بس انا رجعت لكم تاني اهوت. عايزة اكلمكم النهاردة عن سيرم بتاع شركة سوسن دي، اللي هو شايند اند وايت. طبعا عامل ضجة كبيرة جدا جدا جدا، من السنة اللي فاتت كمان عامل ضجة كبيرة جدا عليه. فانا قلت اجربه اشوفه فعلا يستاهل الضجة دي ولا لأ. هو انا جبت واحد وبعد كده جبت التاني. طبعا الاولاني خلصان اهوت. والتاني قرب برضه، يعني ابتديت في نص، يعني 3/4. حلو جدا 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 جدا. السيروم هو مكتوب عليه للوجه تفتيح البشرة ومكافحة علامات تقدم السن. بس هو يعني هو انا مش هتكلم على كل الحاجات اللي موجودة فيه. هقول لكم المكونات وهقول لكم كل حاجة، بس هقول لكم على تجربتي انا معاه. من الاول خالص. كان عندي بقعة داكنة كده في خدي. استخدمت لها حاجات كتير جدا. ما كانتش بتجيب نتيجة، وحاجات غالية جدا ما كانتش بتجيب نتيجة. فانا كنت جايباه على اساس اللي هو للبقع الداكنة زي ما هو كاتب، او على تفتيح البشرة زي ما هو كاتب. بس لا، انا لقيت حاجات كتير جدا حصلت يعني لما انا استخدمته. هو المفروض بيدي جلو للبشرة كده، بيخليها صحية. بيفتح البشرة، بيوحد لونها. لو في تصبغات بتقل خالص. يعني انا استخدمت الازازه دي، قعدت مثلا معايا حوالي شهرين او شهرين ونص. ودي لسه فيها كمان. يعني انا مش هستغنى عنه تاني، لان هو حلو جدا، ريحته حلوه. بس مش ريحته اللي هي تجيب حساسيه، لا. اول ما بتحطيه ريحته حلوه، ريحه السكر كده، ريحته مسكره. بس بعدها بثواني خلاص ريحته بتروح من على البشرة. يعني عشان الناس اللي بتتحسس من الروايح بتاعة الكريمات او السيرامات، لا، هو اول ثانية خلاص انتي حطيتيه هو بيتشرب في ثواني في ثواني. بيوحد اللون، بيشيل بيقلل التصبغات والبقع الداكنة كتير جدا جدا جدا. يعني مش على طول، لا، هو يعني بياخد مدة. انا قلت ده بقالي شهرين ونص بستخدمه. يعني الازازة دي خلصت في شهرين ونص. هو انت مش بتحطي كتير، يعني هو انت يا دوبك بترجيه. وبعد كده هو عامل زي المية كده سائل، يعني مش لازج اهو. هو مية كده. خلاص، هو خلاص كده في ثواني راح خلاص. هو يعني ما بيسيبش اي تلزيق، ما بيسيبش اي حاجة. بس انت بتحسي بقى بالجلو، بتحسي ببشرتك شادة شوية. بتحسي بامتلاء يعني لما بتحطيه باستمرار. هو المفروض بتستخدمه مره واحده بس في اليوم. لا، انا بستخدمه مره الصبح ومره بالليل. هقول لك طريقه الاستخدام الاول ايه. هو يعني المفروض اللي هو مكتوب عليه اللي هو بيقلل الخطوط والتجاعيد وبيحمي البشرة من العوامل الخارجية، وبيحميها من التلوث وأشعة الشمس. وما فيش فيه حماية من الشمس، بس هو كاتبين اللي هو بيحمي من الشمس. ما جربتش اخرج بيه في الشمس الصبح قبل كده. بس انتي لو انتي هتستخدميه الصبح بتستخدميه وبعديه مرطب، وبعديه حطي الصن بلوك بتاعك. هو مفيش SPF علشان يبقى فيه حماية من الشمس. بس انتي لو هتستخدميه الصبح بتغسلي وشك الاول كويس بالغسول، وبتجففيه بالراحة كده. وبعد كده بتقومي حاطه السيروم نقط بسيطه خالص، بتوزعيها بالتساوي على بشرتك. وبعد كده بتقومي حاطه هو ثانيه هي البشره هتتشربه. بتقومي تستني ثانيه كده، وتقومي حاطه الكريم المرطب وبعدها الصن بلوك بتاعك، وتنزلي الصبح. وبالليل نفس الحكايه، بالليل بس مش هتحطي صن بلوك، هتغسلي وشك كويس بالغسول وتجففيه بالراحه، وتحطي الكريم المرطب بعده. هو يعني هو
هو بيغني عن الكريم المرطب لان هو فيه مرطبات طبعا، بس انا برضو بحب يعني زيادة تأكيد بحب احط سنة صغيرة خالص من المرطب بتاعي. الأذان بيدن، بس هرجع لكم بعد الأذان. رجعت لكم تاني. آه، المكونات بتاعته، يعني انا قلت لكم ده تجربتي معاه، ما قلتلكوش هو بيتكون من ايه، بس هو بقى دلوقتي المكونات بتاعته هقولها لكم عشان برضو تبقوا عارفين هو بيتكون من ايه. اول حاجه، ده اول منتج بيستخدم مستخلص سم النحل. مستخلص سم النحل ده بيعمل على امتلاء البشره وبيحفز الكولاجين. آه، تاني حاجة اللي هو بيحتوي برضو على فيتامين سي اللي هو بيعمل على التفتيح ومكافحة الشيخوخة وكده. في مستخلصات طبيعية بتهدي البشرة عشان لو في عندك حساسية أو حاجة من الشمس أو كده، اللي هي الاحمرار اللي بيبقى من الشمس ده هو بيهديه. في نانيسيناميد. نانيسيناميد ده اللي هو معروف اللي هو فيتامين بي 3. بيساعد بقى على تقليل الاحمرار والتحكم في الدهون الزايدة اللي بتطلع من البشرة. يعني هو بينفع للبشرة الدهنية، انا بشرتي مختلطة، هو ينفع للبشرة الدهنية برضو لان هو مفيش فيه دهون، مفيش فيه تلزيق. بيتحكم كمان في الافرازات واللمعان اللي بتبقى في البشرة. هو مكتوب عليه مكوناته مكتوبة هنا، مش عارفة هتشوفوها كده ولا لأ. مكتوب كوجيك اسيد، الفا ابروتين، والنانيسيناميد، وفي مكتوب بيبي نوم. بيبي نوم ده بيزود الكولاجين اللي في البشرة وبيعمل انتي اوكسيدنت للبشرة. في برضو في مستخلص مكتوب عليه اسمه كوفيرول، ده بيمنع اكسدة البشرة وبيعمل امتلاء للبشرة. هو يعني ما علينا بالمكونات بتاعته. الحاجات اللي موجودة فيه يعني اكيد احنا مش عارفينها يعني، بس اكتر حاجة فيه اللي هي المعروفة، يعني اللي هو الناناسيناميد والفيتامين سي وسم النحل اللي هم اول منتج يبقى بسم النحل ده. تجربتي اللي هو حلو جدا، جربوه وعلى ضمانتي. وفي نازل برضو على الموقع بتاعه، بتبقى واحدة عليها واحدة، او ساعات بينزلوا لك الواحدة سعرها 300 اعتقد. انا مش فاكره والله انا كنت جايباه بكام، بس مش فاكره كان 400 او 300. بس هم دايما بينزلوا عليه اوفر في الصيدليات او على الموقع بتاعهم. جربوه، قولوا لي ايه رايكم، وانتظروا فيديوهات مني تانية باذن الله جديده. وهنزل لكم حاجات انا جايباها من نون، وهنزل لكم عليها اكواد خصم لو انتوا عايزين تجيبوها. هتحطوا الكود وهينزل لكم خصم عليها. يا رب تكونوا استمتعتوا بالفيديو، ولو عجبكم اعملوا لي لايك، وحاولوا بقى تشيروه مع اصحابكم علشان القناة ترجع تاني، لان هي طبعا كانت خلاص ماتت خالص. واشوفكم فيديو جديد بإذن الله. باي باي.